بينما عم تتواصل مأساة التجويع بقطاع غزة وبتتحول الأزمة لكارثة ما صار مثلها من قبل بفعل الحصار المطبق اللي مشارك فيه عبد الفتاح السيسي عن طريق إغلاق معبر رفح، صوت الشعوب الحرة عم بيرتفع بوجه الأنظمة المتواطئة، وهذا اللي خلى الجنون يصيب مخابرات السيسي ودبابه. فخلونا نشوف التفاصيل. احتجاجات مشاهدينا نظمها ناشطون أمام السفارات المصرية في الخارج، منها العاصمة اللبنانية بيروت، وأيضا في دمشق حيث خرج السوريون والفلسطينيون معا، وأيضا في كوبنهاغن بالدنمارك وكندا، وكذلك في العاصمة البريطانية لندن للمطالبة بفتح معبر رفح ودخول المساعدات الإنسانية في ظل الجوع الذي يشهده القطاع. دلوقتي يا جماعة عند سفارة الأردن، والسفارة كانت مقفولة بالقفل، بس البوليس جه خلص القصة خلاص. شايفين البوليس الكتير اللي هناك ده يعني خلصهم من حصارهم يا عيني اللي هم متحصرينه، بس اللي قفل السفاره ما عرفتش اديله بندوره، بس مش مشكله المره الجايه. المهم يا جماعه ما ينفعش تعملوا كده في السفارات والله، يعني ما حد اللي ساكن مثلا في باريس ما ينفعش يروح السفاره بتاعت باريس يقفلها، اللي ساكن في فرانكفورت ما ينفعش يروح يقفل القنصليه، اللي ساكن في برلين يعني ما ينفعش يا جماعه. السفارات مش عشان يعني السيسي حابس اهلنا ومجوعهم نروح نقفل السفارات، يعني ما ينفعش. السلام عليكم أولاد خالتي المحترمين. من أسبوع لحتى الآن عم نشهد يوميا احتجاجات قوية وحصار لسفارات مصر حول العالم، وبأهم الدول الأوروبية زي ألمانيا، هولندا، النرويج وغيرهم كثير. والرسالة بتكون واضحة ومباشرة: إذا لم تفتح المعابر فلتغلق السفارات. وبدون مقدمات أكثر خلونا مع أول حدث واللي صار قدام سفارة هولندا. هذا من أجل غزة. هنا ومش بس السفارة المصرية بهولندا، الغضب وصل حتى النرويج بالعاصمة أوسلو. هناك تحولت السفارة المصرية لرمز للغضب الشعبي اللي عم بتصاعد بشكل كبير، وانحطت الأقفال بشكل رمزي على أبواب السفارة المصرية تعبيرا واضحا عن رفض المتظاهرين المطلق لسياسات نظام السيسي اللي عم بتساهم بشكل مباشر بتجويع أهالي غزة. Dis-le, dis-le, هاي 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 وقف زي ما اسمع مش انتوا بتكفلوا انتوا بتكفلوا على غزة صح؟ انتوا بتكفلوا على غزة. ليه بتكفلوا اخوانكم العرب؟ اخوانكم العرب لازم تسألوا فيهم. الناس بتموت من الجوع. احنا اخوة دير بالكم على الاطفال، الناس بتموت من الجوع. هيا مسكروا عليك. وبمشهد مش مألوف ومن قلب السفارة المصرية بكندا انطلقت كلمات نارية من مواطن لبناني ما خاف يعبر عن غضبه وسخطه. هذا المواطن وبرسالة واضحة للنظام المصري صرح وقال: السيسي وحكام العرب الخوني كلهم حيطلعوا برا في يوم من الأيام، واتهم السيسي بشكل مباشر بالتورط بحصار غزة وتجويع أهلها. شاهد معي هذا الفيديو. حضرتك بيحصل مجزرة. حضرتك السيسي بيجوع ناس في غزة. حضرتك أنا كل يوم ما بعرفش أنام. أنا بشوف الناس عمالة بتموت، أنا مش عارف أنام. أنا مقهور جدا. شوف وجهة نظر حضرتك. أنا مش جاي أعمل هنا أي شغب، بس السيسي ده لازم يمشي. أنا ما بعرفش أنام. حضرتك أنا بشوف ناس بتموت كل يوم. قافل معبر رفح، ده مش مسموح بالمرة. تسمعني؟ أيوه. اقفل التليفون. مش هقفله. اسمعني بعد اذن حضرتك. مش هقفله. لا انت لسه بتقول انت مش عايز تعمل شغب. انا مش عاوز اعمل شغب بالمره. ملهاش لازمه. مش لازم تطلب البوليس. انا مش مصري اصلا، بس انا بتكلم مصري كويس جدا. انا اصلا لبناني، بس على قد ما بحب المصريين تتطاول على انا حضرتك اتعلمت اتكلم مصري عشان بحب المصريين جدا. حضرتك ما ينفعش. انا بحب المصريين جدا. انا بموت في المصريين. اقفل التليفون بعد اذنك. انا ما بشوفش كوميديا الا مصريه حضرتك. اقفل التليفون بعد اذنك. انا لما اشوف الحضاره الفرعونيه هنا واشوف السيسي عمال يهينها وعمال يبيح في اراضي البلد، حضرتك الحاجه دي مش مسموحه. طيب اهدى بعد اذنك. انا عايزك تكلم وزير الخارجيه دلوقتي، وعاوزك تقول لوزير الخارجيه ده والسيسي ده ما يصحش الالفاظ. حضرتك ما يصحش المجزره، التجويع ما يصحش حضرتك. اتفضل بقى. ايوه هطلع بره.
بس في يوم من الايام السيسي هو اللي هيطلع بره. اوعى بس الباقي. السيسي وحكام العرب الخونه كلهم هيطلعوا بره يوم من الايام والله العظيم. أما في عاصمة الدنمارك فصار مشهد مؤثر ومعبر عن حجم الغضب الشعبي. المتظاهرون وقفوا قدام السفارة المصرية وقرعوا الطناجر بقوة على أبوابها، وهذا أيضا كان رسالة واضحة ودامغة بأنه صوت المجاعة اللي عم بضرب أهل غزة وصل لكل عواصم العالم، وأنه صدى الطناجر الفارغة بلاحق نظام السيسي بكل مكان. شاهد معي هذا الفيديو. وفي قلب العاصمة الألمانية برلين شهد كذلك مقر السفارة المصرية مظاهرة حاشدة لمئات المتظاهرين اللي حملوا أيضا معهم أواني وطناجر ومعالق. وبعد كل هاي المشاهد اللي شفناها نظام السيسي حرفيا شعر بالرعب، وليل نهار إعلامه قاعد بصرخ وبلطم وبيقول لك هناك مؤامرة على مصر وإنه هاي الأحداث قدام السفارات منظمة. طبعا في مئات الفيديوهات اللي بتهاجم المتظاهرين وبتقول عنهم خونة، لكن أنا اخترت منهم فيديو واحد بس عشان نفرجيكم النموذج السيساوي في الرد. طبعا السادة الأشقاء الآخرين من دول أخرى بدون تسمية طبعا اللي شفت عندهم مظاهرات في بلادهم برضو قدام السفارة المصرية وبيهاجموا مصر، باشا روح كلم رئيسك ملكك أميرك أيا من كان، كلمه على القاعدة الأمريكية اللي عنده قبل ما تفتح بقك على مصر ذات السيادة الكاملة على أرضها. روح كلمه على القاعدة الأمريكية اللي في أرضك وقول له يا ترى الطيران اللي فيهم بيطلع يضرب إيه؟ بيطلع يقصف مين؟ أنت عندك دلوقتي سوريا بتتضرب ولبنان بتتضرب، يا ترى الطيران ده بيطلع من أراضيكوا يا باشا ولا بيطلع منين؟ حبيبي أما يبقى ليك سيادة كاملة على أرضك يبقى اتكلم على مصر. حبيبي قبل ما تفتح بقك على مصر حاول ان انت تعرف كويس قوي بلدك وحجمها قد ايه. مصر لا توضع في مقارنة مع حد خالص. مصر دولة ذات سيادة كاملة على ارضها، مفيش حد يستجري يطلع من ارضها يضرب دولة عربية. فاستهدوا بالله كده وبلاش عنتريات فارغة عشان دمكوا تقيل وشكلكوا وحش قوي. هاي الكائن اللي تابع لمخابرات السيسي كلام ما كان إلا محاولة يائسة لدفع الاتهامات عن النظام ومحاولة فاضحة لتشتيت الانتباه عن الجريمة اللي عم بتصير بغزة. رد صراحة كان ضعيف كثير ومش مقنع، لأنه بدل ما تجاوب على الاتهامات المباشرة المتعلقة بإغلاق المعبر وتجويع أهل غزة لجأت لأسلوب الهروب المعهود وهاجمت الدول الثانية وحاولت تشكك بسيادتها. هذا الأسلوب اللي بيجي على طريقة اضرب الآخرين لتبعد الشبهة عن نفسك بدل على ضعف الحجة وغياب المنطق. طيب شو دخل القواعد الأجنبية الموجودة بدول ثانية بحصار غزة؟ وشو دخل الأمراء والحكام والملوك اللي هن بالمناسبة مشاركين أصلا بهاي الحرب على غزة بطريقة أو بأخرى؟ السؤال الأساسي هو عن المعبر اللي تحت سيطرة نظام السيسي. هي بتحاول تلعب على وتر إثارة مشاعر المصريين وكأنها بتقول شوفوا يا شعب مصر في هجمة عليكم من دول الخليج، وصحيح إحنا محاصرين غزة وقافلين المعبر، بس لازم توقفوا مع رئيسكم بوجه هاي الهجمة. هذا الخطاب التضليلي يا بن خالتي ما بيقدم أي إجابات منطقية عن جريمة تجويع أهلنا بغزة. أما عن السيادة الحقيقية اللي عم تتغني فيها فالمفروض تنبع من حماية الشعوب المظلومة مش من التواطؤ على تجويعها. كلام صراحة بيأكد إنه النظام المصري ومع كل المرتزقة اللي عم ببرروا سياساته بيعيشوا بحالة إنكار. هن بيعرفوا إنه الشارع المصري والعربي والعالمي ما عاد مقتنع بهذا الكلام الفارغ، وإنه المقارنة الحقيقية اليوم مش بين سيادة الدول ببعضها بل بين نظام بيدعي القوة والسيادة وبين شعبه اللي عم بيطالبوا بفتح معبر رفح لإنقاذ إخوانه في غزة، وبين العالم اللي عم بفضح تواطؤه. بس هيك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.